للمسجد الأقصى بغير بركات ربي حوله بظلمه فأراه من آياته والراء ركب البراق جبريل يحرس من الأعداء وبكلمة قال الأمين له إله هذه تهاجر موطن الآباء صلوا لربك ركعتين صلوها أيضا بزارك موضع الأهواء وبمدين صلى بأسفل جبل قد ظلت موسى بقرب رعاي وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط وتحت لهم للمسيح وربه صلى الرسول خالق الأشواء وتعقل الفرد رسالتنا من فوق شعلة ناره الحمراء فتلمذ دعاء جبريل الأمين فخر مسروعا على الصحراء ورأى أناسا زرعوا حصادهم يومين ثم بدا بهذه جبريل أخبره بين سؤاله وأجابه عن الجهاد ولدى سؤال عن أريج فاعل قال لما شطة بدار بقائي ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء وأتى على واد فهس نبينا بشدى نسيم عطر وغناء صوت الجبال نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبثانيات مرر حمدانا ويا عدويا راجفا الأرجاء صوت لنيران تبرد لأهلها من كان لله من الأعداء من ثم الدجال مستحيل ولقد رآه بعينه عورائي وهناك أملاك هم يحملوا معمود إسلام عظيما بيائي
الشام يمرون باليمين فالشام قد صارت إلى الخلفاء والتنصير صوت ما استجاب له بكل إله وبدت له باليوم صوت رغبة حسناء لم تحظى لربي دعائي وبدت له أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دجل وقل سمائي وتعرض زر اللئيم وهو هلم فباء بالإفزاء يا رب بالمختار فرج كرب رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر إسرائيل يا رب مقتار فار تذكر بنا وأمدنا بسر إسرائيل